متابعينا الكرام، أهلا بيكم. قبل ما ندخل على حكاية النهاردة عاوزين نقول لكم إن مسابقتنا على قناتنا الجديدة قصص متنوعة لا زالت مستمرة، وإحنا في انتظار إن القناة توصل لعدد 1000 مشترك عشان نعلن عن الفائزين بجوائزنا اللي هم عبارة عن 2 هاتف أوبو رينو 6. الفائزين بجوائزنا هيكونوا من ضمن المشتركين في قناتنا الجديدة ستوري قصص متنوعة. هتلاقوا رابط القناة في وصف الفيديو ده. بسرعة اشتركوا فيها وتمتعوا بالقصص الجميلة اللي عليها، وبالمرة تدخلوا السحب على جوائزنا. بنتمنى لكم الفوز جميعا، ويلا بينا على حكاية النهاردة. مر 3 شهور 3 شهور من ساعة ما البت صباح هربت معايا وقعدت معايا في شقة العصفرة. 3 شهور عدوا عليا زي النسمة. 3 شهور كنت غرقان فيهم في المتعة، في النعيم، في حضن البت صباح. كنت بتمرمغ في حضنها الدافي، كنت بتهنى وبتمتع بكل حتة في لحمها الفاير البكر، في منحنياتها الدافية. كنت عايش حياتي أنا وهي. استغليت سنها الصغير واتمتعت بيها لآخر نقطة شهد في شبابها. دقت على ايديها اللي ما دقتوش طول عمري. اتهنيت في حضنها وعشت أجمل لحظات حياتي. وفي اللحظة دي كنت قاعد في الصالة بتاعت شقة العصفرة. كان في ايدي ازازة خمرة، صبيت منها كاسين وشربتهم. انا بعشق الخمرة، وخصوصا انها بتخليني اتهنى واتمتع بالبت صباح. فضلت قاعد لوحدي بشرب الخمرة، وبعد شوية سمعت حركة جاية من ناحية الحمام، لقيتها البت صباح كانت بتاخد حمام. طلعت صباح من الحمام وشعرها مبلول مرمي على كتفها. كانت لفة حوالين جسمها العريان فوطة صغيرة قوي، مش سترة من جسمها حاجة. مشيت صباح تتقصع بجسمها العريان قدامي بلحمها الناعم اللي زي اللوز المقشر. وقعدت صباح قصادي، ضحرجت عينيها ناحيتي، طلعت المشط وفضلت تسرح في شعرها المبلول. ما تكلمناش. فضلت ابص لحلاوتها، ابص لجسمها الفاير وكتفها العريانة ورجليها الملفوفة اللي عاوزة تتاكل أكل. ضحرجت صباح عينيها عليا، شافتني وانا بشرب الخمرة، بصت لي بصة طويلة، لمحت الغضب في عينيها. لقيتها بتبص لي وهي بتقول: ألا قول لي يا إبراهيم، انت ناوي تتجوزني امتى زي ما وعدتني؟ هزيت دماغي، كانت راسي تقيلة من الخمرة. اتهزيت في مكاني، هربت بعيني من عينيها، شربت شفطة من كاس الخمرة اللي في ايديا وقلت لها: اتجوزك ازاي يعني؟ اتهزت في مكانها، رفعت حواجبها الرفيعة وبصت لي وقالت: انت مش وعدتني في اول ليلة انا جيت فيها هنا انك هتتجوزني، وضحكت عليا وخلتني اسلم لك نفسي؟ هزيت دماغي، شربت كاس الخمرة كله على مرة واحدة، ورجعت ابص لها وقلت لها: ونتجوز ليه؟ ايه لازمته الجواز؟ ما احنا عايشين حياتنا وبنعمل كل اللي احنا عاوزينه، ما تبقيش غشيمة امال. هزت صباح دماغها، اتعدلت في قعدتها، اتعرت رجليها الناعمة قدام عينيا اكتر واكتر، ودحرجت عينيها عليا وهي بتقول: لا وانت الصادق، مش غشيمة، ده انا عبيطة. سلمتك نفسي وخليتك تعمل فيا كل اللي انت عاوزه، وعيشتك احلى اوقات عمر. كل ده ببلاش، سبتك تضحك عليا وتاخد مني كل اللي انت عاوزه بعد ما وعدتني بالجواز، وتاريك بتضحك عليا. هزيت دماغي، اتحركت بعصبية، بصيت لها بغضب وقلت لها: يو بقى صباح، ما تطيريش الكاسين اللي انا شربتهم، ملوش لازمة النكد ده على المسا، انت محتاجة حاجة. هزت صباح دماغها، اتعدلت في قعدتها،
بصيت لي وقالت: ومحل الكوافير؟ محل الكوافير اللي انت وعدتني انك تفتحولي، هتفتحولي امتى؟ هزيت دماغي، بصيت لها بصة طويلة وقلت لها: من بكرة هاخدك لمدام ريري. مدام ريري اللي ماسكة الكوافير بتاع العصافرة، هوديكي تتمرني عندها. أول ما تتعلمي الصنعة هفتح لك المحل. هزت صباح دماغها، لمعت عينيها، وقفت في مكانها وقربت مني وهي بتقول: بصحيح يا سي إبراهيم، هتعلمني الصنعة وتفتح لي محل؟ هزيت دماغي، بصيت في الأرض وقلت لها: يوه، مش عاوز كتر كلام. قلت لك هتتعلمي الصنعة وافتح لك المحل على طول، واكتب لك المحل باسمك كمان. برقت صباح، لمعت عينيها، اتميلت بجسمها الفاير قدام عينيا، مسكت الفوطة على جسمها عشان ما تقعش. بصيت لها زي الديب السعران، وقفت في مكاني قصادها، اتأملت كتافها الناعمة العريانة، ومديت ايديا ناحية الفوطة اللي لفاها حوالين جسمها، وشديت الفوطة من عليها، شديتها بكل قسوة، انكشف قدامي جسم صباح العريان. مفيش تفصيلة من تفاصيلها كانت متدارية عني، كنت شايف فيها كل حتة في لحمها. قربت منها وانا شايف ابتسامة على شفايفها، وضمتها في حضني وانا بقول لها: طول ما انتي ما بتقوليش لا لأي حاجة انا عاوزها منك، يبقى انا مش هحرمك من حاجة يا صباح. وضميت صباح بين ايديا، ضميت لحمها الدافئ بين دراعاتي، ضميت جسمها الطري الناعم ما بين ايديا، زي المجنون، زي الوحش الكاسر. كنت زي ما اكون بحلم حلم جميل، مش عاوز اصحى منه ابدا. الايام بتعدي ومفيش حاجة بتفضل على حالها. حتى البت صباح اللي كانت زي القطة المغمضة بتتغير مع الوقت، بتتبدل وبيتبدل أحوالها. منساش في ليلة لما رجعت صباح بالليل من كوافير مدام ريري اللي بعتها عشان تتمرن فيه وتتعلم الصنعة. اتفاجئت بصباح داخلة عليا لابسة البلوزة الضيقة والجيبة القصيرة المفتوحة، وحاطة المكياج اللي كله أشكال والوان، أحمر وأخضر وأصفر. دخلت صباح بكل عصبية، مدت إيديها في شنطتها، طلعت علبة السجاير، حطت سيجارة بين شفايفها الطرية، وبصت لي بغضب وأنا بشرب الخمرة، وقالت لي: اعمل حسابك يا سي إبراهيم إني مش هنزل الكوافير عند الست ريري دي تاني. هزيت دماغي، برقت بعينيا، قمت من مكاني وقربت منها وقلت لها: يوه، طب ليه كده يا صباح؟ هي عملت لك حاجة زعلتك؟ هزت صباح دماغها، فضلت تنفخ دخان السيجارة، ورجعت تبص لي وهي بتقول: الست ريري بسلامتها من مدة كده عرفتني على واحد كده على فرانكا قهوة اسمه هشام بيه، وقالت لي انه راجل معجب بيا ومعجب بشكلي ومعجب بشطارتي. هزيت دماغي، بصيت لها وانا معلق عيني بيها وقلت لها: طب ومال؟ وفيها حاجة كده؟ ما الراجل معجب بيكي ومعجب بشطارتك، ده هشام بيه ده راجل كبير في السوق، واللي تعجبه يبقى اتفتحت لها ولا مؤاخذة طاقة القد. هزت صباح دماغها، نفخت دخان سيجارتها وقالت لي: ما انا ما اعترضتش على الكلام ده في القهوة، معجب بيا معجب بشغلي مش مشكلة. الحاجة الجديدة اللي ظهرت النهاردة ان الست ريري بتاعتك بتقرب مني وبتميل عليا، وبتقول لي اروح لهشام ببيته عشان اظبط له شهر. برقت بعينيا، بصيت في الارض، هربت بعينيا من عينين صباح اللي قربت مني وميلت عليا، لزقت صدرها الفاير في كتفي وهي بتقرب بشفايفها من ودني، وقالت لي: عارف يعني ايه اروح له بيته يا سي إبراهيم؟ عاوزاني اشتغل بنت ليل، اقدم نفسي لسي هشام بتاعها. برقت بعينيا، هربت بعيني من عينين صباح واتنهيت، شربت كاس الخمرة على مرة واحدة ورجعت ادحرج عيني ناحية صباح. اترعشت شفايفي ولقيتني بقول لها:
وماله يا صباح؟ فيها ايه؟ فيها ايه يعني لما تروحي له البيت؟ وبرقت صباح بصت لي وهي متجمدة في مكانها، كانت مذهولة من كلامي، ميلت عليا وهي بتقول باستغراب: يعني ايه؟ يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا سي ابراهيم؟ يعني انت تقبل ان انام في حضن راجل غيرك؟ برقت بعينيا، هزيت دماغي، قمت من مكاني، مديت ايديا وخدت من ايديها السيجارة اللي عمالة تنفخ في دخانها، حطيت السيجارة بين شفايفي وسحبت نفس طويل ونفخته، وبصيت لها وقلت لها: افهمي يا صباح، افهمي، هشام بيه ده راجل ألافرانك قوي، عنده فلوس كتير، عنده عمارات وعنده مصانع وشركات، غير طبعا الفلل والدلع اللي هو عايش فيه والقروض الكبيرة اللي واخدها من البنوك. يعني انت لو هشام بيه ده رضي عنك هتعيشي في عز يا بت عمرك ما كنت بتحلمي بيه. هنعيش كلنا انا وانت، هنقب يا بت على وش الارض، هنعيش حياتنا بقى ونبقى من الناس اللي بنتفرج عليهم في التلفزيون واللي بنسمع عنهم في الجرايد. برقت صباح بصت لي وهي بتقرب مني، كانت مستغربة من كلامي، ولقيتها بتميل عليا وبتقول لي: يعني انت ما عندكش مانع، ما عندكش مانع ان اروح عند الراجل ده بيته واسلمه نفسي؟ هزيت دماغي، رجعت اهرب بعيني من عينيها، سحبت نفس من السيجارة ونفخته في وشها وقلت لها: يا بت افهمي، الزمان ده مش زمان شرف ومش زمان عرض، الزمان ده زمان فلوس يا صباح. معاكي قرش تسوي قرش، ما معاكيش تبقي ما تسويش. وعشان كده بقولك واسمعي نصيحتي، روحي لهشام بيه بيته، خليه يتعلق بيك، خليه يتجنن عشانك، وبعدين يعني انت لو سلمتي له نفسك ونام معاك هتنقصي حته، يعني ما انت زي ما رحتي زي ما رجعتي. ورجعت اهز في دماغي وابص لها في عينيها الحلوه وقلت لها: لا كمان، ده انت هترجعي محمله شيكات، محمله عربيات، محمله مصانع وفلوس من بتوع هشام بيه. الناس دي ما يهمهاش الفلوس، والفلوس اللي عندها ما بتعرفش تعدها. وقربت منها، قربت من صباح، طبطبت على كتفها الطري وقلت لها: اسمعي كلامي يا صباح، وانت تاكلي الشهد طول حياتك. نفذي اللي بتطلبه منك ريري، وروحي لهشام بيه بيته، ومهما عمل فيكي مش هيحصل لك حاجة ولا هتنقصي حاجة، بالعكس انت هتزيدي قوي يا صباح، وهتقبي على وش الدنيا، وانا هقب معاك يا صباح. وبرقت صباح، شردت بعينيها، وقفت متجمدة قدامي، بحلقت في جسمها الفاير، في كل حتة في قوامها اللي يتاكل أكل. ورجعت صباح تبص في الأرض، هزت دماغها واترعشت شفايفها وما اتكلمتش أبدا. البت صباح اتأخرت قوي وهي عند هشام بيه، دي أول ليلة تروح له فيها. أنا كنت قلقان عليها، ما هو الضفر ما يطلعش من اللحم برضه، وصباح تعتبر يعني مسؤولة مني وأنا المسؤول عنها، عشان كده أنا قلقان عليها وقلقان إنها اتأخرت. فضلت أشرب في كاسات الخمر وأنا قاعد مستنيها. بعد شوية سمعت صوت المفتاح بيتحط في الباب، وسمعت باب الشقة بيتفتح بتدخل منه صباح وهي لابسة الفستان السواري أبو صدر عريان وأبو فتحة طويلة مطلعة منه فخدها الحلو الملفوف. دخلت صباح وهي باين عليها التعب، كانت بتمشي بصعوبة، بصت لي بصة كلها غضب، سحبت كرسي وقعدت عليه. اتعدلت من مكاني، بصت لها بصة طويلة وقلت لها: مالك يا صباح، في ايه؟ هزت صباح دماغها، بصت بعينيها بعيد عني، ورجعت تاني تبصلي بكل تحدي وقالت بغضب: ما كنتش اتصور يا سي ابراهيم انك تقبل اني انام في حضن راجل تاني غيرك. هزيت دماغي، قربت منها بعصبية، شوحت لها بايديا وقلت لها: يو بقى، احنا مش قلنا نفكنا من الكلام اللي لا بيودي ولا بيجيب ده؟ قوليلي عملت ايه؟ هزت دماغها،
بصت بعيد عني وهي بتقول زي الناس، هعمل ايه يعني؟ حصل اللي بيحصل بين كل راجل وكل ست. هزيت دماغي، قربت منها، برقت بعينيا لما لمحت حوالين رقبة صباح عقد بيلهلي، عقد ألماس. قربت من صباح، قربت وانا مذهول، اترعشت وانا بقول لها ايه ده يا بت، ايه ده؟ ومديت ايديا لمست العقد وانا بقول لها ايش ايه الحاجات الغالية دي، ايه الحاجات الالافرانكا دي يا بت يا صباح؟ هزت صباح دماغها، بصت لي وقالت دي هدية من هشام بيه، هدية تعارف، هدية اول يوم اسلمه نفسي فيه. هزيت دماغي، برقت بعينيا، ميلت عليها ومسكتها من كتافها الطرية الناعمة وقلت لها مش قلتلك يا بنت، مش قلتلك هنقب على وش الدنيا؟ شفتي ان انا كان عندي حق؟ بكرة هيجيب لك عربية وهيجيب لك احلى شقة وهيعيشك احلى عيشة يا بنت، وهنعيش حياتنا احنا الاتنين. شفت يا بنت ان انت لما سمعتي كلامي هتكسبي يا بنت، وهتعيشي عيشة عمرك ما حلمتي بيها. هزت صباح دماغها، بصت لي وهي بتدحرج عينيها عليا بكل حسرة وقالت وشفايفها بتترعش يا ريتني ما سمعت كلامك من الاول يا سي ابراهيم، يا ريتني ما هربت من بيت ابويا ولا سلمتك نفسي. اديني في الاول وفي الاخر بقيت ايه؟ بسلم نفسي الراجل بعد راجل، بقيت بنت ليل بتقدم نفسها للرجالة قصاد التمن. ميلت عليها، مسكتها من كتافها وقلت لها فكك من الكلام اللي بقولك انه لا بيودي ولا يجيب ده، عيشي حياتك يا صباح استعدي انك تاخدي من هشام بيه ده كل اللي تقدري عليه. استعدي يا صباح وامسحي كل حاجة من دماغك، ما تفكريش غير في حاجة واحدة بس، في العز اللي مستنيك يا صباح. مش عارف ايه اللي بيحصل، البت صباح من ساعة ما اتلمت على هشام بيه وهي بتتغير، معاملتها بيتغير واسلوبها بيتغير، طلعت لها شوكة كده بترد عليا في كل كلمة والتانية، ومش عاجبها كلامي وما بتقوليش على خط سيرها، بتروح تغيب طول النهار وبترجع ما بتقوليش كانت فين ولا عملت ايه. هشام بيه جاب لها عربية اخر موديل ومعيشها في عز وهنا، وانا بترميلي الفتات، بتراضيني كده بالملمين عشان اسكت وبتكلمش، لحد ما جه اليوم اللي ما كانش ينفع اسكت فيه ابدا. لما اتأخرت صباح، اتأخرت قوي بعد نص الليل، وفضلت استناها وانا بشرب الخمرة ساعة واتنين وتلاتة وما جاتش صباح، ما جاتش زي كل يوم. كنت قلقان، كنت هتجنن، يوم واتنين وتلاتة وانا مش عارف للبت صباح سكة ولا عارفها راحت فين، لحد ما رجليا خدتني للمحل بتاع ريري الكوافيرة اللي كنت مشغل عندها صباح، واللي هي سبب معرفتها بهشام بيه. قربت من ريري وسألتها واتفاجئت، اتزلزلت لما ريري قالت لي ان هشام بيه اخد شقة لصباح في سان ستيفانو في ارقى مكان في اسكندرية، شقة من ام فلوس، وكمان حرج عليها انها ما تجيش عندي وما تعرفنيش تاني. ايوه، صباح القطة المغمضة طلعت لها ضوافر وبقت مخربشة وعرفت تستغنى عني، لكن صباح مش فاهمة حاجة، مش عارفة حاجة، مش عارفة ان اقدر اروح لابوها. ايوه، اروح لابوها اللي هيتجنن عليها وبيدور عليها ليل نهار وحالف انه لما يشوفها هيموتها. اروح واقول له على مكانها، اقول له على مكان صباح واسيبه يقتلها، اسيبه يموتها. وبرقت بعينيا، الشرر طقطق من جوه عينيا وانا بقول لنفسي ماشي يا صباح، هتدفعي التمن غالي يا صباح. ريري الكوافيرة تعبتني قوي علشان تقولي على مكان الشقة اللي قاعدة فيها البت صباح، بعد ما وعدتها وأكدت لها إني مش هقول إنها هي اللي قالت لي. ومنساش اليوم اللي وقفت فيه تحت العمارة الكبيرة المذهبة
اللي في سان ستيفانو، العمارة اللي ساكنة فيها البت صباح. وسألني الأمن اللي واقف على العمارة عاوز إيه وجاي ليه، وقلت لهم بلغوا الست صباح، قولوا لها إن إبراهيم، قولوا لها سي إبراهيم وهي هتعرف. بعد شوية سمحولي إني أطلع الشقة عند صباح. ودخلت الشقة، فتحت لي واحدة خدامة. ما كنتش متصور أبدا إن يوصل الحال بصباح بالسرعة دي إنها تسكن في مكان زي ده نتيجة إنها سمعت نصيحتي وعملت بيها. وهشام بيه غرقها بالفلوس وعيشها أحلى عيشة. بعد ما قعدت على الكرسي الفوتيه المذهب اللي تمنه لوحده بتمن دكان الكوافير بتاعي، اتفاجئت بصباح جاية من جوه بتربط حزام الروب على وسطها وبتقرب مني. ما كنتش هعرفها، شكلها اتغير، شعرها بقى سايح على كتافها وحاطه برفان من الغالي ريحته دوختني. ده غير ان شكلها اتغير من المكياج والحاجات اللي هي عاملاها في نفسها. قربت مني صباح، وقفت عشان اسلم عليها، لقيتها بتبصلي بكل جفا وبتهرب بعينيها من عينيا وهي بتقولي بكل خشونة عاوز ايه يا ابراهيم؟ ايه اللي جابك؟ برقت بعينيا، بصيت لها زي المذهول، قربت منها وقلت لها جرى ايه يا صباح؟ انت نسيتي الاسطى ابراهيم ولا ايه؟ نسيتي ان انا سبب العز اللي انت فيه ده؟ هزت صباح دماغها، ما ردتش عليا، ورجعت تاني تبصلي وهي بتقول انا ما نسيتش حاجة يا ابراهيم، عاوز ايه وايه اللي جابك هنا؟ برقت بعينيا، قربت منها بغضب وقلت لها لا يا صباح، انت في حاجة مهمة قوي ناسياها، حاجة مهمة قوي، ان انا اعرف وابوكي لما اروح له واقول له بنتك قاعدة مع هشام بيه ابن الحسب والنسب، قاعدة وهي المحظية بتاعته بتسلم له نفسها وشغالة بنت ليل عشان بيدفع لها فلوس، يا ترى هيعمل فيكي ايه؟ ابتسمت صباح، ضحكت ضحكة عالية وميلت عليا وقالت بخبص عمري ما اتعودت عليه منها. شوف بقى يا ابراهيم، اللي انت ما تعرفوش ان انا خلاص اتجوزت واحد من رجالة هشام بيه، وبقيت متجوزة رسمي، وبلغت ابويا، وابويا فرحان بيا قوي، فرحان بجوازتي وفرحان بالعيشة اللي انا عايشاها. يعني الكارت اللي انت عاوز تلعبه عليا اتحرق يا ابراهيم. برقت بعينيا، بصيت لها بغضب وقلت لها يعني هشام بيه جوزك واحد من رجالته عشان يشتغل قرعي وهو يروح ويجي عليك براحته؟ يعني انت قاسمه نفسك بين 2 رجاله صباح، واحد اسمه جوزك بالاسم بس على الورق، والتاني هو جوزك الحقيقي هشام بيه بيتمتع بيكي ويعمل فيك اللي هو عاوز. برقت صباح، شوحت بوشها بعيد عني واتنفضت في مكانها، بان الغضب في عينيها وهي بتبصلي وبتقول طب وهو مين اللي علمني السكة دي؟ مش انت برضو يا ابراهيم؟ انت اللي علمتني السكة دي، جاي تعبها عليا دلوقتي. برقت بعينيا، قربت منها وقلت لها طب وانا فين حقي في العز ده كله يا صباح؟ برقت صباح، اتنفضت في مكانها وهي بتبصلي بكل خبث، ورجعت تبتسم بشفايفها الحلوة ابتسامة خبيثة قوي وهي بتقول انا عاوز اقول لك حاجة يا ابراهيم، عشانك وعشان مصلحتك، انت عارف ان انا في حماية هشام بيه ومحدش يقدر يعمل معايا حاجة، لا انت ولا غيرك. هزيت دماغي، حاولت اتكلم لكني ما قدرتش. رجعت صباح تكمل كلامها، رجعت تبصلي بكل تحدي وهي بتقول من النهاردة يا ابراهيم تشوف لك حتة تانية تسكن فيها غير الشقة اللي انت ساكن فيها، وتشوف لك محل تاني تفتحه غير المحل اللي جنب البيت اللي شغال فيها ابويا بواب. عشان تبقى عارف يا ابراهيم، انا مضيتك على المحل ومضيتك على الشقة في ليلة من ليالي الأنس اللي كنت بتتمتع فيهم بيا لما كنت سكران، وفي لحظة ما كنتش تقدر ترفض لي فيها طلب. انا مضيتك وانت غايب عن الوحي، مضيتك انك بايع لي المحل ومضيتك انك بايع لي الشقة. وبرقت بعينيا، اترعشت في مكاني،
بصيت لها بغضب وانا بقول لها: كلام ايه اللي انت بتقوليه ده يا بنت صباح؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ انت شاربه حاجه؟ ابتسمت صباح ابتسامه خبيثه، قربت مني، طبطبت على كتفي وهي بتقول: اسمع يا ابراهيم، انت اخدتني وانا لسه قطه مغمضه، كنت عيله صغيره، ضحكت عليا واتمتعت بيا ونهشت في لحمي زي الديب الجعان، وعشان كده انا كان لازم يجي اليوم اللي اخد حقي منك. انت حطيتني على اول السكه وعرفتني السكه البطاله يا ابراهيم، وعشان كده انا اخدت حقي منك ومضيتك على المحل ومضيتك على الشقه اللي انت عايش فيها في العصافره. اسمع يا ابراهيم، اسمع كلامي كويس، بدل ما انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه واخلي هشام بيه يمحيك من على وش الارض. من النهارده تسيب الشقه وتسيب المحل، عشان انا هفتح المحل كوافيه وهشتغل انا فيه وهقول للناس اني اشتريته منك، وابويا فرحان قوي اني هشتغل جنبه، وفرحان اني اشتريت منك المحل يا ابراهيم. برقت بعيني، حاولت اتكلم، وقفت قدامها زي الوحش الكاسر وانا حاسس بغضب هادر، وبصيت لها وقلت لها: ده يبقى اخر يوم في عمرك. انت فاكره ان انا ممكن اسكت انك اخدت مني كل حاجه؟ انت فاكراني ان انا ممكن اسيب لك كل حاجه بالساهل كده يا صباح؟ اتهزت صباح، ضحكت ضحكه عاليه، اتهز صدرها الفاير قدامي وهي بتقول لي: عشان مصلحتك يا ابراهيم، عشان مصلحتك مش اكتر. وفجاه شاورت صباح بايديها وفوجئت باتنين خدامين بيقربوا مني. شاورت عليا وهي بتقول: خدوه وارموه بره، ولو جه هنا بلغوا الامن انه ما يدخلوش ولا يطلعوا عندي هنا تاني. وقبل ما احاول اتحرك، قبل ما احاول اتكلم، شالوني الاتنين الخدامين ورموني بره، دحرجوني على السلم. حسيت بعظمي بيتكسر وانا بتدحرج على السلالم، ورفعت عيني فوق ناحية صباح اللي كانت واقفة فوق وهي مطلعة فخدها الناعم من فتحة الروب اللي لابساها، وبصت لي بكل غضب وهي بتقول: اوعى اشوف وشك تاني يا ابراهيم، لو جيت هنا تاني انا هخلي هشام بيه يدفنك بالحياة، فاهم يا ابراهيم؟ وهزيت دماغي، رفعت عيني ناحية صباح بكل غضب. حسيت اني مش قادر اقوم من مكاني لان عظمي كان متكسر، لكني ما قدرتش اتكلم، ولقيت نفسي بقول لنفسي: دي اخرتها برضه، دي اخرتها صباح. وقفلت صباح باب الشقة في وشي، رزعته في وشي، حسيت بقلبي بينشق نصين، لكني ما قدرتش اعمل حاجة ابدا. استنونا مع حكاية جديدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.